طلع أذكى منها وقلب عليها الترابيزة. رجالتها خابوا في الخطة وعمل أحلى فلاش باك واداها قفا علم عليها. بيجهز للسفر برا مصر واللي هيعمله فيها هيخليها في أزمة كبيرة، بس نعمة محدش يأمن ليها والفلوس هترجع تاني تحت رجليها وفي الآخر هتطلع حامل. دي كواليس جديدة جدا قبل ما تتعرض من الحلقة الجديدة في مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة ال14. إزاي أحمد زاهر كشف قصة تخلص مي عمر من فلوسه، وإيه حكاية إيصال الأمانة اللي ماضته أروى جودة، وإزاي عاوزة تضحك على ياسين، وإيه قصة اعتراف مي عمر لسلوى عثمان باللي خلص على ابنها، قصة ال14 مليون جنيه واعتراف أروى جودة بحبها لياسين، إزاي نعمة هترجع الفلوس تاني. يلا بينا في الفيديو ده ونحكي حكاية جديدة من حكاوينا. فلوس ايه اللي انت حصرتيه عليها دي يا نعمة؟ انت لا طلعتي ذكية ولا حاجة ورجالتك خابوا في الخطة. عمل فلاش باك في الحلقة وكشف انه عرف يغير الفلوس، وعمل فلوس تانية مش حقيقية في مطبعة وادى صاحبها 100,000 جنيه، وكل ده علشان شك في نعمة تكون مدبرة ليه خطة، وده اللي خلاها فشلت في اللي عملته. سارة مكاتب تراجعت عن طلبها للطلاق وعايشة مع صلاح عادي علشان فلوسه لما عرفت خطته. طلبت من ياسين اللي بيقدمه الفنان عماد زيادة 14 مليون جنيه على حس إيصال أمانة ماضية لصلاح، وإنها اتورطت وهو هيكمل معاها اللعبة بعد ما يعرف إنها بتقلبه. ونعمة طلبت منه إن يديها الفلوس عادي، وهيعمل كده ويطلب منها تبات عنده وهتخلي برج من دماغ صلاح يطير. مي عمر زهقت من اتهامات سلوى عثمان أم محمد ليها إنها هي اللي خلصت على ابنها، وعلشان تخلص من القصة اعترفت ليها ان احمد زاهر جوزها هو اللي عمل كده. كمان صلاح هيخطط انه يسافر برا مصر وهياخد امه بس معاه ويبعت لنعمة وسارة ورقة طلاقهم. نعمة لما تعرف الخطة اللي عملها صلاح عليها هتراقبه وتستنى وهو رايح البنك تعمل عليه خطة ملهاش زي، وهتبعت نشال محترف ياخد الفلوس بعد ما يلعب عليه انه نائب مدير البنك. وصلاح عقله هيشت فعلا ويروح على نعمة يتهمها انها سرقت الفلوس. هي هتكون عملت كده بس هتحبك الدور انها ملهاش فيه رغم ان الفلوس جت لحد عندها. مي عمر هتواجه اهلها وقرايبها ان كفايه كده اللي عملته في صلاح وبلاش تدوس اكتر، بس هي قالت انا كده عامله زي اللي رقص كل اللعيبه وجي قدام الشبكه وما جابش جون، حق محمد لازم يرجع. ابوها هيدعمها في قرارها بس من كتر انفعالها هتقع من طولها وتروح على المستشفى، وهناك هتلاقي كل الفحوصات تمام وتكتشف انها حامل. والتفاصيل الجديده هنعرفها في الفيديو اللي جاي. قولوا لي رايكم في التفاصيل دي في التعليقات.